بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس قسم الشريعة المحترم، السيد رئيس قسم الحديث وعلومه المحترم، الأساتذة الحضور، الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي هذه اللحظات أن أتكلم أمام هذا الجمع المبارك من أساتذة وطلاب لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى في محور يتعلق بالدراسات القرآنية ودور التقنيات الحديثة في تطوير الدراسات القرآنية. حقيقة كما تكلم أخي العزيز دكتور علي عن موضوع التقنيات وما دور التقنيات في البحث العلمي وفي الوصول إلى المعلومة بالسرعة وباليسر مقارنة بالبحث بالورقي. هناك بعض الأشياء التي سأعقب على موضوع تطوير الدراسات القرآنية. أولا، الغاية من هذا المحور الذي أقدمه توضيح أثر التقنية على خدمة العلوم القرآنية، إبراز التطور في التعليم والبحث، بيان الفوائد والتحديثات. أهمية الدراسات القرآنية. تأتي أهمية هذه الدراسات من أهمية القرآن الكريم أساس الهداية والتشريع. تطور الدراسات القرآنية ضرورة في عصر تطور العلوم. الآن نحن في ثورة تكنولوجية، ثورة الذكاء الاصطناعي، فلا بد أن يكون هناك دور لتطوير الدراسات القرآنية. الحاجة إلى تعزيز البحث وتفسير النصوص القرآنية. أهمية دمج التقنية بالدراسات القرآنية. تعدد التفاسير. أسباب ضرورية لدمج التقنيات بالدراسات القرآنية. تعدد التفاسير يستلزم أدوات بحث قوية. المخطوطات القديمة تحتاج إلى رقمنة وهي كثيرة جدا. تسهيل الحفظ والتعليم للطلاب. ما هي التقنيات الحديثة؟ أبرز الأنواع في التقنيات الحديثة التي تستخدم في تطوير الدراسات القرآنية. الحوسبة، البرامج هذه منها هي المكتبة الشاملة التي ذكرناها، وكثير من الموسوعات التي جاءت خدمة للقرآن الكريم وهي لا تحصى. الذكاء الاصطناعي، والذي سيتكلم عنه أخونا الدكتور صلاح في المحور الثالث. تطبيقات الجوال. هناك تطبيقات عديدة في الموبايل وفي الأجهزة اللوحية. طبعا أنا كتبت عنه بحثا في قبل 15 سنة، كتبت عن أحدث تقنيات الحاسوب والأجهزة اللوحية ودورها في تطوير دراسات القرآن الكريم. وهذا طبعا بحث قدمته في جامعة الملك سعود، والآن منشور على الانترنت إذا من حب يطلع عليه. طبعا كان مخصصا للبرامج الخاصة بالآيفون، بالاي او اس، نظام الاي او اس. قواعد البيانات، أيضا هذه القواعد هي معلومات التي دونت وموجودة على الانترنت. وإحنا الآن نعرف أنه 90% كتب الإسلامية موجودة على الانترنت، 90% تقريبا. هذه إلا ما ندر الكتب التي لم تنشر أو فيها حقوق نشر. تحول المعرفة من الورقي إلى الرقمي. الكتب الإلكترونية أسهل حفظا واستخداما من الورقية. الانترنت أتاح الوصول العالمي. إحنا ما نريد نشرح بهذه التفصيلات الآن. الباحث أي كتاب من أي دولة بالعالم، أنا حصلت على كتب بالورقي إذا أريد أبحث عنها ربما أستغرق أشهر وأصرف يمكن تكلفني هذه العملية آلاف الدولارات. لكن بالإنترنت أنا حصلت على هذا الكتاب مجانا وبوقت قياسي. رقمنة جميع أو معظم المصادر الشرعية. ذكرت أنا 90% تقريبا المصادر الشرعية موجودة في الإنترنت. قواعد البيانات القرآنية توفر نصا مضبوطا ودقيقا. تسهل البحث بالكلمة والجذر. احنا من نبحث عن معلومة نستطيع أن نبحث عن جذر الكلمة، نستطيع أن نبحث الآن بالذكاء الاصطناعي نبحث عن معلومة
مقاربة واشتقاقات الكلمة، ونستطيع أن نوصل إلى الدلالة الكلمة من خلال الذكاء الاصطناعي. مثل يعني قرآن جروب وتنزيل، هذه المواقع موجودة فيها يعني حقيقة خدمات جدا راقية في البحث العلمي. فوائد قواعد البيانات: الفهرسة الدقيقة، اختصار وقت الباحث، مقارنة النصوص بسهولة. يعني أنا من أستخدم تقنيات حديثة أريد أقارن بين نص أو بين مخطوطة، راح يكون عندي الفارق واضح من خلال التقنيات الحديثة. أما إذا استخدمنا الورقي راح أستخدم الوقت يعني والجهد الأكبر حتى أصل إلى النتيجة التي أريدها. التحليل الصرفي للنص القرآني باستخدام التقنيات: أولا يساعد في فهم البنية اللغوية للكلمة ومعرفة جذورها وصيغها، مما يعين على فهم أدق للمعاني. يكشف الفروق الدقيقة بين الكلمات المتشابهة، يوضح لماذا استخدمت صيغة معينة في موضع معين. يعني احنا عندنا القرآن الكريم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى المعجز، فكل كلمة استخدمت في موضعها لا ينوب عنها كلمة أخرى. احنا عندنا باللغة هناك كلمات مرادفة، لكن في القرآن لا يوجد ترادف، هناك كلمة مقصودة أرادها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في هذه الآية. فلذلك نبحث من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال البيانات والتحليل الصرفي سنجد الاستخدام الدقيق للقرآن الكريم لهذه اللفظة، يؤكد لنا عظمة القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. يساعد في تدبر النص القرآني بشكل أعمق، مما يعزز الفهم والتفسير. يعني هذا التفسير من خلال جذر الكلمة والصرف الكلمة، تصريف الكلمة، سنعرف التفسير الدقيق لكل آية. التحليل النحوي باستخدام التقنيات: فهم التركيب النحوي، يعني عندنا نعرف الجمل ونعرف التركيب لكل جملة من خلال هذه التقنيات. تحديد الفاعل والمفعول، فهم المعاني بشكل أدق من خلال التعمق في التفسير، توضيح الترابط بين الجمل، دعم البحث اللغوي. التحليل الدلالي أيضا استخدام أو استخراج المعاني العميقة، الكشف عن الموضوعات القرآنية، ربط الآيات المتشابهة. احنا من خلال التحليل الدلالي نسأل مثلا الذكاء الاصطناعي نقول له نريد موضوع في القرآن الكريم تناوله في عدة سور أو في كل القرآن، راح يطلع لنا كلام مختصر ينطينا الموضوع. طبعا دراسات عندنا بالتفسير دراسات موضوعية، يعني موضوع على مدار القرآن يعطينا هذا الموضوع وتفصيلات الآيات التي ذكرت هذا الموضوع. أهمية التحليل الدلالي: يساعد في التفسير الموضوعي، يدعم الباحث في فهم السياق، يفهم سياق ويعرف مقاصد السورة القرآنية، كل سورة لها مقاصد مستقلة عن السورة الأخرى. المشاريع القرآنية الرقمية العالمية: طبعا كثير من المكتبات عندنا الإلكترونية وعندنا قرآنيس جروب، هذا أيضا موجودة صفحات الإنترنت تعج بهذه المواقع، مواقع ومشاريع قرآنية، دراسات عالمية على مستوى دول عالمية، يعني دول غربية، دول ليست إسلامية وإنما دول عالم، يعني في دول غير عربية قصدي، يعني مو دول، يعني دول تبنت هذه المشاريع لكن هي غير عربية. أما الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن الكريم: تعليم التجويد. الآن لسه احنا عندنا تشات جي بي تي، اسأل الشات جي بي تي قل له بالله سمع لي قراءتي، اقرأ قرآن أمام الشات جي بي تي، قل له أريد هذه القراءة وما الأخطاء التي تسجلها، راح يقول لك هذا عندك خطأ كذا كذا كذا، يصحح لك القراءة. سلامة الله وبركاته. هذا الشيء أولا فيه عدة يعني إيجابيات. أولا ربما يتحرج أحد القراء أنه يقرأ أمام أحد ويقول أنا هذا أخطأت بالقراءة. هذا الشات جي بي تي أنت راح يخليك تتعلم القراءة الصحيحة دون أن يطلع أحد على هذه القراءة. أنت راح ويا الذكاء الاصطناعي راح يفهم
الذكاء الاصطناعي هذه القراءة ويعرف الأخطاء اللي أنت وقعت فيها حتى تتجاوز هذه الأخطاء. التفسير الذكي أيضا هو تفسير يتعلق، يعني خلي الكلام أيضا للدكتور صلاح حتى يتعمق في هذا المجال، مجال الذكاء الاصطناعي والبحث الدلالي. أيضا التعرف على الصوت في تلاوة القرآن، يعني أنت من راح تقرأ قراءتك وراح تقول له أريد تقارني هذه القراءة بقراءة شخص آخر، راح يقول لك هذه القراءة بها كذا، هذه القراءة راح يميز لك بين القراءات. هذه طبعا احنا نستخدمها أكثر ما تكون بالمسابقات، يعني هذه تصير بها شفافية، أنا أراها تكون بها شفافية أكثر، يعني عندما يكون هناك تقييم من خلال الذكاء الاصطناعي. تمام. راح انتقل إلى هاي فوائد التقنية: التعرف على الصوت، التدريب الفردي، استمرارية التعلم، تصحيح فوري، التجويد باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحليل مخارج الحروف مقارنة بتلاوة القراء، تعليم متقدم. التقنيات في خدمة علوم القرآن، طبعا علوم القرآن كلها مخدومة بالذكاء الاصطناعي، يعني أي شيء تسأله هو معلومات، لأن كتب كلها موجودة في الإنترنت. علوم القرآن راح يطلع لك المعنى والأقوال والتفاصيل لكل مبحث. الذكاء الاصطناعي في التفسير أيضا استخراج التفاسير المناسبة، تلخيص التفسير المطول، مقارنة بين التفاسير المختلفة. التعليم عبر التقنيات، دروس قصيرة، اختبارات فورية، التقييم التلقائي، يعني هذه أيضا هي أهم الأشياء التي تكون عن طريق التقنيات. البحث الدلالي، البحث بالمعنى بدلا من الكلمة. مثال ما تقول له مثلا ما معنى الصبر، راح ينطيك تفاصيل عن الصبر وكلام طويل. المساهمة في البحث العلمي، فهرسة إلكترونية. احنا ذكرنا الدكتور علي، بالنسبة أخونا الدكتور علي ذكر لنا أنه المكتبة الشاملة هذه، طبعا هذه جزء من عندنا اكو شيء اسمه الموسوعة الشاملة موجودة في الانترنت، وعندنا مكتبات التفسير، عندنا مكتبة الحديث، عندنا الكتب التسعة، يعني مكتبات كثيرة فيها كتب متعددة. تسريع الكتابة، إدارة المراجع. التعليم الإلكتروني في القرآن، طبعا منصات تفاعلية موجودة، الصفوف الافتراضية اللي هي مستخدمة الآن في الجامعات العالمية من خلال التقنيات الحديثة، والدروس المسجلة التي هي محاضرات للأساتذة تسجل وتودع في صفحات الإنترنت. أهمية التعليم عن بعد، وصول عالمي، مرونة الوقت، دعم المتعلمين. طبعا تطبيقات حفظ القرآن الكريم، التكرار الذكي، التلوين الموضوعي، خرائط ذهنية للحفظ موجودة. هذه طبعا اكو تطبيقات واكو مواقع خاصة، تريد تحفظ القرآن تدخل على هذه المواقع، هو يعطيك برنامج كامل لحفظ القرآن. التلاوة التفاعلية، تمارين سمعية، تقييم الأداء، تسجيل صوتي دوري، يعني أنت تسجل صوتك هو راح يقول لك أنت تحسن، عندك أخطاء، عندك شيء هو ينبهك. تقنيات الحفظ الذكية أيضا، قياس تقدم الحفظ، اختبارات فورية وتحفيز الطالب. رقمنة المخطوطات القرآنية. دكتور أريد 5 دقائق فقط، لأن هذا موضوع يعني 3 دقائق والله يطول فيه الكلام. أي كلام طويل. أنا حقيقة هذا الموضوع ما تكفي لا نص ساعة ولا ساعة، بس أنا حتى أريد بس أوصل إلى مختصر ب3 دقائق إن شاء الله. الرقمنة للمخطوطات، الآن عندنا مكتبة الإسكندرية قبل سنوات عملت عمل جبار بوضع مخطوطات إسلامية يعني بأقراص، وموجودة الآن هي متوفرة عند الأساتذة، مخطوطات نادرة ومخطوطات هي بحوزة المكتبة. فهذه أيضا من المهمات التقنيات الحديثة. هذه التقنيات الحقيقة نرحب بالأستاذ الدكتور محمد عميد الكلية، الله يحفظكم. هذه الرقمنة للمخطوطات يعني أكثر أمانا من الورقي، لأن كثير من المخطوطات قد ضاعت من خلال
يعني بمراحل تاريخية متعددة، من خلال حروب، من خلال احترقت، من خلال السرقة، ونجد المخطوطات في المتاحف الغربية وهي مخطوطات إسلامية. هذه طبعا المكتبات الرقمية التي تحفظ المخطوطات هي يعني عمل جبار في حفظ هذه المخطوطات. نعم. التقنيات الصوتية، طبعا تحليل الموجات الصوتية، هاي عندنا مختبر الصوت، الكشف عن فروق الأداء، يعني واحد أداءه والأداء الثاني والثالث، يقارن مقارنات بين هذه الأصوات وينطينا ملاحظات على هذه الأصوات. تحويل الصوت إلى نص، يعني أنا قراءة واحد يقرأ كتاب، وعندنا الآن هسه موجودة خدمة جديدة أيضا، يعني قبل سنة سنتين بدت، هي الكتب الصوتية. يعني كتاب هو يقرأ لك صوت، مو كتابة تقرأ بالعين، لا، تسمع الكتاب هو قراءة عن طريق السماع. هذا أيضا يعني من التقنيات الحديثة التي خدمت العلوم والمكتبات العالمية. التقنيات البصرية أيضا، رسوم بيانية، المخططات التوضيحية، الخرائط الذهنية. دكتور بقى دقيقة واحدة. البيانات الضخمة، طبعا تحليل النصوص الكبرى، عندنا كتاب مثلا 30 مجلد، أنا من عندي بالمكتبة الشاملة أقول له كتاب كذا، لخص لي منهجية هذا الكتاب، أو أعطيني ما هي أهم المقاصد أو الأهداف لهذا الكتاب، أو ما هي أي سؤال تسأله راح يعطيك الخلاصة. أنت يجوز إذا تقرأ الكتاب يحتاج لك شهر، أنت بدقائق تطلع ملخص عن هذا الكتاب وتفهم ماذا أراد الكاتب. دراسة الأنماط، دعم التفسير العلمي. طبعا التفسير العلمي هي تختلف عن الإعجاز العلمي. التفسير العلمي هو تفسير ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية، وهذا طبعا له باب طويل وعريض حتى لا نخوض فيه. المناهج البحثية الجديدة، المنهج الإحصائي، المنهج اللغوي الرقمي. هذا المنهج يعني هاي نماذج. الإحصائي يحصي لك عدد الكلمات، عدد الأحرف في جزئية معينة من القرآن الكريم. الفوائد العامة للتقنيات، انتشار واسع، دقة عالية، حفظ التراث، تسهيل عمليات البحث، تحسين دقة التحليل، اختصار الزمن والجهد. فوائد للباحثين، الوصول السريع، مقارنة النصوص، البحث المتقدم. فوائد للطلبة، التعلم الذاتي، التفاعل، تقييم تلقائي. الانترنت وخدمة القرآن الكريم، التواصل العلمي، نشر البحوث، مجتمعات عالمية. نماذج مشاريع ناجحة، تطبيقات عالمية، مبادرات بحثية، نماذج عربية، مواقع تعليمية، منصات قرآنية. التحديات التقنية، ضعف الخبرة. عدو التقنيات قلة الخبرة. عدو هذه التقنيات هي قلة الخبرة فيها، فهي تحتاج إلى ممارسة وإلى خبرة. مشاكل البرمجيات موجودة أيضا. التحديات العلمية، خطر سوء التفسير القرآن الكريم واعتماد زائد على التقنية لا يقبل. بقت جزئية. التحديات الأخلاقية، احترام قدسية النص، ضبط المحتوى. الخاتمة، التقنية تخدم القرآن، يجب ضبط استخدامها، آفاق واسعة للمستقبل. التوصيات، تعزيز الإشراف العلمي من قبل الأساتذة والمؤسسات الأكاديمية على هذه التقنيات التي تخدم القرآن الكريم. دعم مشاريع الرقمنة، تدريب للباحثين. وشكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا جزيلا للأستاذ الدكتور علي رئيس هذه الورشة على صبره وعلى طول باله. والله يسابق. شكرا للأستاذ الدكتور قتيبة على ما ألقاه في محوره الذي اشتمل على دور التقنيات الحديثة في تطوير الدراسات القرآنية، فجزاه الله خيرا. والآن جاء دور